ايه ده؟ في حد يخض حد كده يا عم؟ انت مين انت كمان؟ انا الفايبروميالجيا يا دكتور، وبيدلعوني يقولوا لي يا فايبرو، فاقول لي يا فايبرو. ماشي يا فايبر. ايوه، وانا متعود ان الناس ما تصدقنيش. انت بقى الوجع اللي في كل حته في الجسم والتحاليل بتطلع سليمه والدكتور يقول للشخص المصاب بيك ان هو تمام؟ ايوه طبعا، انا وجع حقيقي حتى لو مش باين. يعني انت بتظهرش في الدم ولا في الاشعه؟ لا، انا في الاحساس نفسه. احساس، اجيب لك عمرو دياب؟ عمرو دياب مين يا دكتور؟ هات لي حماقي. طيب يا خفيف قول لي ايه اللي بيحصل اصلا؟ المخ بيبالغ، اي احساس صغير بيتحول لألم كبير. يعني المشكله طلعت في الجهاز العصبي؟ بالظبط، زرار الصوت عنده متعلي على الاخر. عشان كده الوجع بيكون في كل الجسم؟ ايوه، رقبه، كتف، ظهر، مفاصل، ووجع منتشر من غير سبب واضح. وطبعا اكيد في ارهاق وتعب. تعب، بس ده تعب مزمن كمان. تصحى من النوم تحس ان انت لسه ما نمتش. طب وبالنسبه للنوم؟ ايوه، النوم مش مريح حتى لو نمت 8 ساعات. طب هو في اعراض تانية؟ صداع، قولون عصبي، تنميل، نسيان، وكمان تفكيرك بقى قليل. يعني الموضوع طلع مش دلع. لو الدلع بيوجع كده كنت بقيت أميرة. طيب يا ست الاميره قول لي انت بتيجي اكتر لمين؟ أنا باجي للستات أكتر، خصوصا بعد الضغط النفسي أو التروما القوية. طب السؤال المهم هنا، نتعالج منك ازاي؟ بيني وبينك أنا ما بختفيش، بس تعرفوا تسيطروا عليا. ده ازاي يعني؟ علاج منتظم، حركة خفيفة، نوم مظبوط، وأكيد دعم نفسي، ده أهم من كل ده. وأكيد تعملوا فولو للدكتور، لأن من غيره ما كنتوش هتسمعوا عني. حبيبي تسلم يا فايبر. يعني العلاج مش مسكن وخلاص؟ المسكن لوحده عمره ما كان كفاية، وهيضيع وقتكم وهيدمر كليتكم. طب ايه اخطر حاجه انت بتقابلها؟ إن الناس تفضل تقول مفيش حاجة باينة، على الرغم من إن أنا بتألم قوي. وزي ما سمعتوا الفايبروميالجيا مش مرض خيالي، لا ده وجع بس مش باين. بس مش معنى انه موجود انك تتدلع وتقول انه عندي. افتكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيقول تمارضوا فتمرضوا. يعني من الاخر ما تدعيش المرض وسيب اللي تعبان فعلا يتعالج. فلو حد حواليك بيشتكي ومش لاقي تفسير، صدقه وشيروا الفيديو، يمكن تكون أول واحد يحسس حد إنه مفهوم. واكتبوا لنا تحت في الكومنتات تحبوا نتكلم عن ايه الفتره الجايه.